السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبي بيفوز على البنك الاهلي 5-1. يا ليلة بيضة يا جدعان، مش ده البنك الاهلي اللي الزمالك فاز عليه بركلة جزاء مشكوك فيها، واللي الاهلي ترازع منه 4-3 وكان ممكن يشيل منه اكتر من كده؟ بس هي دي الحقيقة، انبي بيفوز على البنك الاهلي بالنتيجة دي 5-1. والله الواحد ما عارف ايه اللي بيحصل، في حاجة مش مفهومة، لكن ده اللي حصل. هم فازوا كده، النتيجه دي 5-1. نروح للزمالك وسموحه، وجدل تحكيمي كبير جدا في مباراه الزمالك وسموحه. جماهير نادي الزمالك مش راضيه عن التحكيم في بعض اللقطات. مباراه فيها حالات تحكيميه كتير جدا، ولكن انا زي ما بقول لكم التحكيم والله انا شايف انه جيد جدا، واللقطات عاديه مش مؤثره للغايه يعني. وانتوا لو عاوزين ننتقد التحكيم ما عندناش مشكله، نقعد نقطع في التحكيم، انما ده مش هيعود علينا بحاجة ولا هيغير حاجة للاهلي ولا للزمالك ولا لاي نادي، لان المباراة انتهت وبتخلص ومستحيل المباراة تتعاد. انا الحاجة الوحيدة اللي ممكن اتكلم فيها كرة حسام حسن اللي محمود البنا اداله فيها الانذار الثاني وطرده. يا كابتن محمود يا بنا، هو حسام حسن في الكرة دي مش مشدود ازاي؟ في الكرة دي حسام حسن مش مشدود ازاي؟ طب ليه الفار استدعاك يا كابتن محمود؟ ما هو اكيد شايف حالة، وفي الوقت ده على الاقل ما دام ما اديتش ركله جزاء كان لازم تلغي الانذار. طب تعال اقول لك اراء خبراء التحكيم في حالات مباراة الزمالك وسموحة. دي اراء خبراء التحكيم مش ارائي انا، اراء الحكام السابقين بشأن مباراة سموحة والزمالك. ناصر عباس قال لك حسام حسن اتظلم مرتين، اتظلم لما ما اتحسبلوش ضربة جزاء، واتظلم لما اتطرد. جهاد جريشة قال تحكيم غير مرضي، وركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لسموحة، وانذار وطرد غير مستحقين لحسام حسن. ده كده رقم 2. رقم 3 ياسر عبد الرؤوف قال لك حسام حسن كان يستحق ركلة جزاء. دي آراء خبراء التحكيم. وبالمناسبة الكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي بيستضيفوه كتير في قناة الزمالك. ولكن خلينا برضو نتكلم كورة ونبعد شوية عن التحكيم وجدل التحكيم. جوميز المدير الفني هو السبب في الهزيمة، سهل المباراة على سموحة، بمعنى ان الراجل بادئ بتشكيلة غريبة جدا ومش أساسية، وبعد كده حب يصلح الأمور، ولكن سموحة كانت واقفة صح في التلت الأخير لملعبها. جوميز دفع بزيزو وفتوح ودونجا، تغييرات في آخر نص ساعة، إنما المباراة تحولت لتقفيل دفاعي بحت من سموحة حفاظا على الهدف، وده حقه، ونجحوا في ده، نجحوا في إن هم يقفلوا. بالله عليك في حد عنده فتوح وزيزو ويقعدهم دكة؟ ظهير أيسر منتخب مصر وجناح منتخب مصر تقعدهم دكة يا عم؟ يعني اعقلها طيب. بس في حاجة حلوة جدا في مباراة سموحة والزمالك، وهي وجود مؤمن زكريا. بجد سبحان من زرع في قلوب الناس حب الراجل ده. واتمنى من الجميع وكل اللي شاف الفيديو وكل اللي شايفني الدعاء لمؤمن زكريا وكل مريض بالشفاء العاجل. وفي نهاية الفيديو يا ريت ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم وينصرهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام لو عجبك الفيديو وتمام ادعمني بلايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام عليكم.